السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرات كتير بنمر بضيق وبيكون الحل الوحيد هو الدعاء. بندعي ونستنى الإجابة، أوقات بتتأخر وأوقات مش بتيجي زي ما احنا عايزين، فوقتها بنحس بخيبة أو يأس. لكن الحقيقة الدعاء عمره ما بيضيع، بس استجابته بتكون ليها صور مختلفة. أوقات ربنا بيستجيب فورا لأن الخير لينا في اللحظة دي، وكان مستني بس دعوة من قلبنا بجد وقربنا ليه، وده عشاننا وعشان مصلحتنا. وأوقات ربنا بيأجل الإجابة لوقت وهو شايفه الخير لينا، مش دلوقتي عشان تفضل تلح في الدعاء، لأنه هو حابب إنك تكون جنبه وتناجيه ويسمع صوتك. وأوقات بيعوضنا بحاجة أحسن من اللي احنا كنا شايفينه، وبينجينا من شر كنا مش واخدين بالنا منه. وأجمل استجابة إن الدعاء يتخزن لينا في الآخرة في صورة أجر عظيم وفرحة أكبر بكتير مما نتخيلها في الجنة، وفي رفع الدرجات تكفير ومحو الذنوب. عشان كده لازم على طول تدعي. خلينا دايما نكون قريبين من ربنا وما نيأس حتى لو اتأخرت استجابة الدعاء. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أو هو مخ العبادة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول قد دعوت ربي فلم يستجيب لي. وربنا سبحانه وتعالى وعدنا وقال جل في علاه: ادعوني أستجب لكم. فما تستعجلش، ما تملش، لأن طول ما انت بتدعي انت قريب من ربنا. ربنا دايما عاوز لنا الخير، وعاوزنا دايما كويسين وجنبه وقريبين منه كمان. فما تيأس، وكل تأخيرة وفيها خير. وافتكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. لأن لو ربنا ألهمك الدعاء أكيد هيستجيب. لو الكلام ده استفدت بيه ابعته لحد ممكن محتاج يسمعه، أو بيمر بوقت يأس وممكن محتاج يدعي. وشكرا ليك، وصلي على اللي هيشفع لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.